يلا نعمل هريسة الشطة او معجون الفلفل على اصوله زي ما اتعودنا عليه طول عمرنا، وزي ما امي الله يرحمها كانت بتعمله ودايما بتشيله في باب التلاجة في موسم الفلفل، وكنا بنستخدمه في كل حاجة. هريسة الشطة دي جميلة. انما الفلفل اللي بيتفرم مع التوم ني في ني كده ويتحط في الفريزر، ده اسمه دقة فلفل، ملوش علاقة بهريسة الشطة خالص. دي هريسة الشطة الطبيعية الحقيقية الجميلة اللي بتحلي الأكل. حطوها جنب البيض مقلي، جنب بطاطس محمرة، اعملوا منها حطوها جنب السندوتشات، الكفتة، البطاطس، حطوها في تتبيلات الفراخ، في اي حاجة هتكون شغالة معاكم وجميلة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. انا جبت الفلفل الاحمر ده، جبت حامي على بارد علشان ما تكونش حامية قوي، يعني تكون الحرارة بتاعتها معتدلة وحلوة ونقدر نتقبلها في الاكل. بجيب الفلفل بغسله وبقطع بس الحتة الخضرة دي، مش لازم تشيلوا البذر منها على فكرة. يعني لو حابين تشيلوا البذر شيلوه، لو مش حابين ما تشيلوهوش، لان احنا كده كده هنصفيها. بغسل الفلفل كويس وبنضفه وبشيل منه الحتة الخضرة دي، وزي ما قلت لكم مش لازم تشيلوا البذر. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دي الهريسة الشطة الحقيقية، انما اللي بتتعمل ني في ني توم مع فلفل دي اسمها دقة فلفل، ملهاش علاقة خالص بالهريسة. خلاص. خلاص يا خالته هند. هحطهم بقى في حلة، وبعدين هحط عليهم معلقة ملح. ده كيلو وربع من الفلفل. خلاص، يبقى كيلو وربع فلفل هياخد معلقة ملح، معلقة من بتاعة الأكل دي. وهحط له كمان نص معلقة من السكر. ليه يا خالته هند نص معلقة من السكر؟ أولا عشان يحفظه، ثانيا علشان يعادل الطعم كده وما يبقاش الفلفل حادق من كتر الغليان والتسوية. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هاخدهم بقى على نار شمعة، وهحط لهم مثلا فنجان مية صغير خالص، يعني لا يذكر، علشان بس الفلفل ما يتلسعش من تحت. وهاخدهم على نار شمعة وهسيبهم لحد ما يتطبخوا بالمنظر ده. هياخدوا لهم مثلا تلت ساعة ولا حاجة على النار، او نص ساعة. خلاص اتطبخوا بالمنظر ده، هاخدهم بقى اضربهم في الكبة، طبعا بعد ما يهدى شوية علشان الكبة او الخلاط بتاعك ما يبوظش. سيبيه يهدى 5 دقايق كده، وبعدين اضربيه في الكبة او في الخلاط. وهصفيه بالمصفى. ليه بنصفيه يا خالته هند؟ عشان القشور الفلفل ما تبقاش باينة فيه، ويبقى شكله وطعمه مش ظريف، يعني يضايقنا لما نيجي ناكل. خلاص. هفضيه بقى في حلة او في اي حاجة تاني، وهرجعه تاني على النار. ليه هنرجعه تاني على النار بعد ما صفيناه؟ علشان نعقمه تاني، وكمان نتأكد ان هو القوام بتاعه بقى مظبوط. هسيبه يبقبق بقى كده 5 دقايق كمان على النار، وبعد ما يبرد هعبيه في برطمانات، او برطمان واحد او برطمانات صغيرة على قد الاستخدام. طبعا ده بعد ما يبرد تماما، والبرطمانات بتكون نظيفة، وبحط على وشه شوية من الزيت علشان يحفظه. بحفظه في باب التلاجة، دي كانت امي الله يرحمها على طول تعمله، وكانت تحطه في باب التلاجة كده نستخدم منه وناكل منه. وهي دي هريسة الشطة او معجون الفلفل اللي احنا اتربينا عليها وطول عمرنا بنعملها. انما زي ما قلتلكوا الفلفل الني اللي بيتضرب مع التوم والملح وبيتشال في الفريزر، ده اسمه دقة فلفل، ملوش علاقة بهريسة الشطة خالص. ده بقى استخدموه بقى يا سلام لما تعملوا كده شوية بيض مقلي وتحطوا جنبها معلقة من الصوص ده. حلو حلاوة. بتعملوا صوص بيتزا حطوا عليه شوية. عاملين سندوتشات كفتة، ادهنوا العيش دهنة بسيطة من الصوص ده، من معجون الفلفل. المحشي، كل حاجة بتطبخيها، الملوخية، كل حاجة بتعمليها في البيت تقدري تحطي عليها المعجون الفلفل او هريسة الشطة دي. استخداماته كتير جدا، طعمه لذيذ جدا، بيفتح النفس. حلو جدا في تتبيلات الفراخ، تتبيلات الكفتة، تتبيلات المشاوي. حطوه في اي حاجة واي نوع اكل تحبوه. اي خضار بالصلصة حطوا فيه معلقة من المعجون الفلفل ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لايك بقى للفيديو. سلام عليكم.